انتوا بتشتروا المعدات ولا بتأجروها؟ انا ما بحبش اشتري معدات، انا بحب كل الناس تشتغل. انا عمري ما كان عندي مكان مونتاج، عمري ما عملت كرفانات، عمري ما اشتريت كاميرات. يعني انا فاكر في مره زمان في 2012 في كاميرا طلعت كده اسمها ريد. طبعا الكاميرا دي قلبت الدنيا اول لما طلعت. فلما جينا بنصور المسلسل بتاع شربات لوز، واحد من الشركاء مش هفضحه يعني بدون ذكر اسماء يعني فادي فهيم، وقرر انه هو ما سمعناش فادي فهيم لا خالص قرر ان هو يروح يشتري الكاميرا الريد دي، واقنعنا عشان نصور بيها المسلسل وبتاع وكده، وده احسن واوفر. الكاميرا اشتغلت يوم، طلع انها لما بتتحرك على التراك بتعمل حاجه. يعني كان وقتها استاذ سامح سليم كان هو مدير التصوير، لقى فيها حاجه تكنيكال مش ماشي. طيب شاكرين جركنوا بقى الكاميرا دي اللي كانت متكلفه رقم محترم باليورو وبتاع والكلام ده. كلم لي المكتب يا ابني انا عايز كاميرا بترقص. وقف يومين تصوير وهات لنا الكاميرا اللي بنعرف نشتغل بيها. وفعلا الريد دي عمرها ما كملش، مش في مصر بس باي ذا واي، مع ان تكنولوجيكلي كانت حاجه مرعبه.